السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تكون ماشي في طريق معين عود نفسك انك تفتح عينك وتفتح ودانك لكل الاشارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك. ممكن يبعتها لك عن طريق الاشخاص، ممكن يبعتها لك عن طريق الاحداث. لما تكون عايش طول الوقت بتبحث عن رسالة ربنا ليك في الوقت ده، هتبقى عايش حاسس بربنا حواليك في كل الأوقات. هتبقى عارف انك مش لوحدك، هتبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى عمل ده علشان هدف معين، مش علشان يضايقك، مش عشان اي شيء عبثي. بالعكس، انت هتكون حاسس ان انت فعلا في كل لحظة ربنا سبحانه وتعالى بيلهمك بالحاجة اللي تساعدك فعلا في الوقت ده. هتبقى حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك بالناس اللي حواليك. احكي لكم على حاجة. انا الحمد لله لما بدأت اقتنع ان الله سبحانه وتعالى بيبعت لي الناس المناسبة ليا حسب المرحلة اللي انا فيها دلوقتي، بقيت مطمنة جدا جدا جدا. عارفين ليه؟ علشان في الوقت اللي اقتنعت فيه انه الناس فعلا انعكاس للي جوايا، بقيت مطمنة جدا، لان انا عارفة اللي جوايا ايه، وعارفة ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيرزقني غير بالناس الكويسة، او الناس اللي تعلمني باللطف، الناس الراقية بمعنى اصح. عشان كده دايما بنسمع اللي هو ايه، الطريقة اللي هتشوفي بيها نفسك هي الطريقة اللي الناس هتشوفك بيها. ده حقيقي جدا، ده حقيقي جدا. في الوقت اللي بتحسي فيه بينك وبين نفسك انك راضية عن نفسك، كل الناس هتحس بنفس الحاجة وهتقولك الكلام ده وتأكد لك نفس الأفكار اللي انتي فهمتيها وصدقتيها عن نفسك. فدي نفس الفكرة. لما انتي تكوني بتشتغلي على اللي جوه، بتنضفي اللي جوه دايما طول الوقت، بتبصي على الحاجات اللي محتاجة تشتغلي عليها جواكي، يعني شغل نفسك بنفسك، شغل نفسك بحياتك، شغل نفسك بتطويرك للأفضل. طول ما انتي شغلة نفسك بتطويرك للأحسن، طول ما هتبقي مركزة في طريقك أكتر، مش مركزة في المحيط اللي انت فيه. يعني ربنا دايما هتلاقيه بيحطك في الاماكن اللي تساعدك تكوني افضل، لانك انت قررت انك تسعي على نفسك من جوه تكوني افضل. عارفين الام لما تدعي لاولادها ربنا يرزقكم بولاد الحلال، هي نفس الفكرة، ان ربنا سبحانه وتعالى هيحطك في الاماكن اللي فيها ناس زيك شبهك، حتى لو كانوا مختلفين عنك كتير، بس مش هيبقوا وحشين، هيبقوا مختلفين بس مش وحشين. ربنا سبحانه وتعالى دايما هيرزقك بالناس اللي تكون على نفس مستوى نقائك من جوه، فبالتالي هتكوني مطمنة انك انت دايما هتكوني في المكان الصح. واول لما تحسي انك مش في المكان الصح، هتلاقي نفسك بتنفري او تبعدي، وهتلاقي ربنا دايما بيفتح لك طريق تاني، او هو نفسه بيعمل حاجة تخليكي تبعدي عن المكان ده. فطول ما انت عارفة نفسك من جوه وبتشتغلي على نفسك ومركزة على الحاجات الأولوية في حياتك، فاطمني انك انت هتبقي في الطريق الصح، وان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك، انت مش لوحدك، والله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء في حياتك، وهيرزقك بالحاجة المناسبة في الوقت المناسب، وهيختار لك الحاجة اللي انت مش هتعرفي تختاريها لنفسك. دايما بندعي ربنا بدعاء اللهم اختار لي ولا تخيرني، اللهم دبر لي امري فاني لا احسن التدبير. فطول ما انت مقتنعة ان الله معاكي في كل لحظة، فربنا سبحانه وتعالى فعلا هيكون عند حسن ظنك بيه، وهيكون فعلا في معيتك ولطيف بيكي، لان قدر اليقين بتاعك هو اللي هيخليكي حاسة بوجود ربنا حواليكي، وبانك فعلا مش خايفة من حاجة ومطمنة، طول ما انتي حاطة ربنا في بالك طول الوقت وقدامك طول الوقت. فحبيت اشارك معاكم ده، واشكركم على حسن الاستماع، واشوفكم على خير. الى اللقاء.